بيها القارات في الوقت ده. فهم اتنين، جرينستون بيلتس والتي تي جي. الجرينستون بيلتس ديت صخور رسوبيه متحوله لكن بشكل ضعيف شويه، تشبه قوي الصخور اللي مترصبه من مناطق الاندساس. ومناطق الاندساس ده بمعنى اصح هي لما يكون قارتين قريبين من بعض ففي القاره بتنزل تحت القاره الثانيه، ودي اللي بتسبب البراكين. هنبقى نشرحها في فيديو تاني. الصخر ده هو الدليل الوحيد ان كان في حركات شبه حركات التكتونيه دلوقتي. التي تي جي بتتكون من 3، تونالايت والتروندجيمايت والجرانودايرايت. هنتكلم عن المجال المغناطيسي في الوقت ده، فهو اتكون في الارض من 3.5 مليار سنه تقريبا. ده اللي منع الغلاف الجوي من انه يتجرد او يهرب بره. زي ما ذكرنا في الحلقه اللي فاتت ان الغازات اللي كانت طالعه من البركان المجال المغناطيسي بدا يسحبها لتحت وما تهربش بره. ده نفس اللي حصل مع المريخ، ما كانش فيه مجال مغناطيسي فالغازات اللي طالعه بدات تهرب لبره وما كونش غلاف جوي للكوكب. ده برضو اللي حمى الارض من الرياح الشمسيه القويه اللي كانت 100 ضعف في الوقت الحالي.